المصداقية الفجة والأمان العاطفي لا يجتمعان أبدا في وصال سليم. أن تصارح أحدا بقسوة لا يدل على صفاء نيتك، ولا يعكس أمانتك وشفافيتك، بل يعكس قسوة قلبك ولا شيء آخر. هناك الكثير ممن يتغنى بصراحته الفظة كفضيلة تستدعي التقدير، والحق أنها في أحسن الأحوال تعكس انتهاكا صارحا للحدود وتجاوز لكل الخطوط الحمراء، إذ يظن الواحد أن له الحق في قول ما يشاء كيفما يشاء وحتى متى يشاء، تحت شعار إنما أنا أعبر عن نفسي، وهي في أسوأ الأحوال قسوة متنكرة بلباس معروف. إني أصارحك لأساعدك لكي تكتشف نفسك، لأنه في الحقيقة يساعد الناس على فضح الآخرين ومعرفة حقيقتهم التي يهربون منها. الصراحة القاسية هي صدق مبتذل مبتور فاقد لجوهر الصفاء والإخلاص، وهي منزوعة من قيمة الصدق لا صدق فيها، وهي أيضا لا تبني أبدا جسور التواصل بل تنهيها. فكم من صداقة وعلاقة أنهتها الصراحة الفجة ودمرتها، لأن الصراحة أحيانا تكون وسيلة للطلاق بين الأزواج والافتراق بين الأحباء. ولهذا يجب علينا أن نعرف حدودنا وأن نلتزم بمقدار معين بالصراحة.